بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا أحلى وأغلى أخوات في الدين؟ يا رب تكونوا بخير وبالسعادة والهنا والسرور كله يا رب، والتوفيق. ربنا يخليكم ويزيدكم نعمة في حياتي. ربنا إن شاء الله كده يوفقنا ويتقبل مننا ويكتب لنا التوفيق والنجاح، ده بفضل الله ثم فضل دعمكم ليا. وشكرا لكم، شكرا لدعمكم، شكرا لكل اللي بيدخل لي وبيشترك لي على القناة وبيضغط لي لايك وبيكتب لي كومنت حلو من إيدكم. ربنا يبارك لي فيكم. النهارده تعالوا نسمي ونصلي على الرسول ونبتدي معانا. يعني نص فرخه، نص صدر فرخه فعلا يعني، بس مش اكتر من كده. هتعمليه انت، انا عارفه انك انت بتعملي على طول المكرونه بالبشاميل وتطلع حلوه، بس النهارده هنضيف اضافه للبشاميل اللي هتفرق معاكي في الطعم فعلا وهتخليها تحفه معانا كده. يعني خدت حته يعني ايه نص الصدر الفرخه، وبعد كده ايه هقطعها قطع قطع مكعبات، وهجيب طبعا معايا الحله كده بتغلي على النار، حطيت لها معلقه سمنه على نص معلقه ملح، نزلت عليها المكرونه مجرد ما غليت الميه، ضفت المكرونه وسبتها كده تستوي 5 دقائق. هطفي عليها، ما تخليش المكرونه تتهري معاكي علشان ايه ما تبقاش مدعوكه معاكي. وبعد كده جبت لي كده 3 4 بصلات حلوين. يعني انا بحب البصل كتير صراحه في الخلطه، في خلطه المكرونه او في خلطه الفراخ بالذات. بعد كده نزلت عليها يعني ايه رشة الملح، نص معلقة شاي صغيرة، وعليها الفلفل الأخضر الرومي، وعليها فلفل أسود برضو. حطيت على البصل يتشرب. بس بعد كده رحت ايه قلبت البصلة لحد ما ايه تدبل معايا، وقطعت الفراخ مكعبات لحد ما ايه البصلة دبلت معايا. كده هنشوح البصلة لحد ما تدبل، وبعد كده هننزل عليها بالفراخ. بس هي اصبري شوية لحد ما تدبل عليها. وبعد كده رحت عملت ايه عملت البشاميل، ودي الخطوة المهمة في المكرونة النهاردة، وهي اللي هتفرق معانا في الطعم وفي النكهة وفي الريحة، فعلا هتعتمديها. كده اضفنا الفراخ قطع مكعبات حلوة، ضفناها للبصلة بتاعتنا. وبعد كده ما لو انت حابة تكمليها كده لحد الاخر كمليها، مش عايزة تكمليها اصبري معايا. وانا بعد كده بعد ما قلبت الفراخ على البصلة وشوح وخد لون، نزلت عليهم صراحة بمعلقتين صلصة. بحب معلقتين الصلصة في الأكلة دي، بتبقى طعمها خطيرة، أو في التسبيكة بتاعت الفراخ. طيب بتعملي إيه في التسبيكة بتاعت الفراخ بتاعتنا؟ هتحطي لها معلقتين الصلصة وتهدي عليها النار وتسيبيها خالص. بعد ما هتهدي النار وتسيبيها خالص، هتروحي للبشاميل. البشاميل بتاعنا حطيت معلقتين سمنة على معلقتين دقيق، وادي خلطة المكرونة بتاعتنا. وبعد كده صفينا المكرونة، وبعد كده هنروح للبشاميل. البشاميل بتاعنا يا ست الكل، هاتي مش مرق الدجاج، هاتي يا ست الكل اللي هو ايه خلطة الكفتة اللي بنجيبها من بره. ايوه الخلطة بتاعت الكفتة بتخليها لك بتروح في حتة تانية خالص، فعلا بتفرق معاكي. حطي معلقتين كده او حطي معلقة واحدة، وروحي ضيفي ضيفي واحدة بضاية، وضيفي فلفل اسود للبشاميل فعلا. بعد ما تخلص البشاميل وتطفي عليه النار، ضيفي المكونات دي، هتفرق معاكي، هتفرق في الطعم، هتخلي لك طعم فعلا البشاميل يوديك الناحية تاني خالص فعلا. يعني ايه هيخليه لك طعمه خطير فعلا. هتدوقي بشاميل من الدرجة الأولى. وبعد كده برضو باختيارك وبراحتك، عايزة تضيفي آخر طبقة من البشاميل في المكرونة، تضيفي لها موتزاريلا، بتبقى معاكي خطيرة خطيرة خطيرة. وهي دي يعني فعلا تكاية وتركاية جديدة، لو ضفتيها للبشاميل هتفرق معاكي في الطعم وفي وفي النكهة معاكي، فعلا هتعتمديها على طول في البشاميل. الطريقة دي صراحة جربتها مرة واتنين وما قدرتش استغنى عنها. الخلطة بتاعت الكفتة او برضو ضيفي معاها بشرة جوز الطيب، بتخلي فعلا البشاميل حلو، وفعلا يعني ايه يتاكل كده تحسيه انك ما تقدريش تستغني في البشاميل عن الخطوات دي او الاضافات دي اللي انت بتضيفيها. جربيها ومش هتندمي. وفعلا اول ما تعمليها يا ريت يا ريت تدعي لي دعوة من قلبك بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. وكده حطينا البشاميل، وبعد كده آسفة و... وبعد كده حطينا البشاميل عليها شوية المكرونة، ضفنا الخلطة بتاعتنا،
وهي خلطة الفراخ اللي إحنا عملناها بالصوص بالبصل والفلفل، وطبعًا تبّلناها بالملح والفلفل الأسود، وطبعًا خطيرة، خطيرة، خطيرة. يعني كده سويها، حُطّي عليها معلقتين بشاميل، البشاميل بيربط معاكِ المكرونة لمّا بتطلّعيها من الفرن، بتبقى معاكِ قطع متماسكة، كمان يعني بتبقى طعمها حلو وتحفة كده، وطعمها juicy من جوّه وأنتِ بتاكليها بألف هنا وشفا. وأكيد طبعًا أنتِ بتعمليها بأحلى منّي، وخصوصًا إن هي لو من إيدِك يا ست الكل وفي بيتِك بتعمليها فعلًا، يعني مكرونة بشاميل ما بنستغناش عنها. هي فعلًا الوجبات السهلة السريعة المنقذة في وجبات الغدا أو العشا، اللي هتعمليها في غمضة عين، وفعلًا بأي إضافات جديدة بتجدد لِك الطعم وبتخلّي لِك النكهة بتاعته بتوديكِ لحتة تانية. طبعًا يا ريت تعتمدوها طريقة البشاميل اللي أنا الإضافات اللي ضفتها. ولو حد مثلًا منكم يعني جرّبها قبل كده يكتب لنا في الكومنتات، وفعلًا أشكركم وأشكر دعمكم، وفعلًا ربنا يزيدكم ويخلّيكم ليّا، أنتم فعلًا يعني أحلى أخوات في الدنيا وأحلى متابعين ليّا. وكده خلّصنا البشاميل بتاعنا، وبسرعة نحطّه على على فرن سخنة على درجة حرارة كده 200، نحطها ونطلّع أحلى مكرونة من إيدنا، وفعلًا تحفة، تحفة، تحفة. يا ريت تجرّبوها، وفعلًا هتفرق معاكم في الطعم وهتفرق معاكم في المذاق، ويا ريت فعلًا تعجبكم وتنول إعجابكم. وأشكركم وأشكر مشاهدتكم، دمتم ليّا في سعادة وهنا وسرور وراحة بال. ربنا يخلّيكم، ربنا يزيدكم نعمة في حياتي، وشكرًا ليكم، وأشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.